بحبك يا بلادي، بحبك يا بلادي، بحبك يا بلادي. برنامج مع شريف المصري. الحقيقة النهاردة احنا في ذكرى مهمة جدا، وهو 11 فبراير، وهو ذكرى تنحي رئيس محمد حسني مبارك. والحقيقة كل ما بفتكر الأيام دي وبفتكر قد ايه مصر كانت كان فيها روح غريبة ونقاء غريب كده والناس كانت شكلها مختلف. وفي نفس الوقت بفتكر دلوقتي وبشوف التسريبات اللي طالعة على كل القنوات، وكمية التسريبات اللي بتطلع للناس ومكالماتهم، ولغاية اللحظة دي مفيش ولا تسريب لينا لغاية دلوقتي طلع لنا عن الفترة دي، ولا تسريب عن البلاك بوكس اللي موجود في الفترة دي. عايزين نعرف المناوي قال ايه، وازاي قصة المناوي دي حصلت. عايزين نعرف ايه المكالمات اللي كانت بتحصل في الوقت ده، العلاقة اللي كانت موجودة بين المجلس العسكري وبين حسني مبارك كانت شكلها عامل ازاي، مين اللي ضرب النار على عمر سليمان. حاجات كتير قوي في الفترة دي، كل ما بنيجي نتكلم فيها او نفتكرها بنلاقي في حاجات غامضة. والغريب يعني ان التسريبات شغالة 100 بس الحتة دي مفيش تسريبات عنها خالص. والفترة دي كانت مهمة جدا، وكان في احداث كتير مع ناس كتير جدا بين الرئاسة وبين الوضع اللي كان موجود. كان حبيب العدلي بيمارس العمل ده ازاي؟ كان بيتكلم مع مين؟ كان مين بيكلمه؟ الضباط اللي الناس قالوا عليهم ان هم هربوا واختفوا، ويعني القصة دي كلها بعد كده فتح السجون، ونكتشف ان السجون بس اللي اتفتحت هي السجون الوحيدة اللي يعني ليها علامة استفهام معينة. احداث كتير جدا. الحقيقة انا كنت من الناس اللي في الفترة دي كنت شاهد عيان على حاجات كتير قوي. بس انا فاكر حاجة قوي مهمة قوي يوم 11 ده. كنت فاكر ان الحاجة اللي كانت في ذاكرتي جدا ان انا كنت شايف الاتوبيسات بتاعت الخدمات العامة بتاعت القوات المسلحة عليها نمر ملاكي، وكانت بتنقل الناس من التحرير للاتحادية. وده موضوع كان يعني كل ما افتكره مش فاهمه. طب هو ايه الموضوع؟ بتنقلوا الناس من التحرير للاتحادية. وفي نفس الوقت انا فاكر كويس قوي ان في يوم 11 ده الساعة 6 بعد الظهر كنت فوق كوبري اكتوبر وببص على ميدان التحرير، وبالظبط الساعة 6 يعني. وطلع الخبر وقالك ان في خبر مجلس عسكري هيطلع بيه، وطلع الخبر الشهير اللي احنا طبعا الخطاب اللي احنا من الراجل اللي ورا عمر سليمان. وهو الراجل ورا عمر سليمان وبيقول الخطاب بتاعه فين؟ بيقوله في وزارة الدفاع. يعني بحس ان في احداث كتير جدا في الوقت ده، وصراع كبير جدا كان قائم في الوقت ده على السلطة، واحنا ما كناش فاهمين حاجة. وفي النهاية برضو بفتكر في الأجواء دي في الوقت ده ان يلا يا جماعة بقى الناس تروح من التحرير، ويلا مش عارف ايه وقصة البونبوناية والفريق أحمد شفيق. أحداث كتير كلها أنا شايفها كلها عبارة عن صراع على السلطة. بس في النهاية أهم حاجة طلعت بيها من الأحداث دي كلها كلمة كانت في الخطاب بتاع رئيس محمد حسني مبارك. وعلى فكرة هفضل أقول إن هو رئيس محمد حسني مبارك، لأن أنا شايف إن التجريح والغلط معناه إن إحنا ناس سذج جدا. لأن هو قال كلمة حلوة قوي، قال لك سوف يحكم التاريخ بما لي وبما علي. وحاجة كمان، التاريخ هيحط كل واحد في مكانه. هو بالتأكيد في أخطاء كتير جدا هو عملها، ما أقدرش أنكر ده.
بس في حاجة مهمة جدا لازم يبقى كلنا متفقين عليها. تمام. ان احنا في حاجات كتير ما نعرفهاش لغاية الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، وده ليس دفاع عنه ولا ان انا عايز اشرح فيه. بس في النهاية انا شايف ان هو خطأه الحقيقي انه سابنا للمخاطرة اللي احنا وقعنا فيها دي. يعني عدم وجود نائب رئيس جمهورية طول الفترة اللي فاتت دي، او في حكمه في ال30 سنة، دخول العنيف لرأس المال جوه السلطة، دي طبعا حاجات لا تغفر ليه. يعني ما نيجي نتناقش لا تغفر ليه. بس لما نيجي نبص بقى للأحداث اللي حوالينا دلوقتي، نشوف انه كان في ضغوط فوق الطبيعي جدا. كان في الدولة العميقة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي هي نفس الدولة العميقة اللي كنا عايشين اللي موجودة، وجايز دلوقتي الدولة العميقة أكبر بكتير من الدولة العميقة اللي كانت موجودة قبل كده. والحقيقة الدولة العميقة دي برضو ليها يعني مواضيع نتكلم فيها كتير. بس الحقيقة اللي أنا عايز أوصل لها دلوقتي بعد مرور الوقت ده كله، المواطن المصري هو الشخص الوحيد اللي اتضر ضرر بالغ. هو الوحيد اللي دفع الفاتورة. تمام. والفاتورة المدفوعة دلوقتي هي مدفوعة بس لأصحاب المصالح، وصراع أصحاب المصالح من الوقت ده وقبل الوقت ده لغاية اللحظة اللي احنا واقفين فيها. عشان كده بقول لكم مثلا ليه التسريبات اللي بتطلع دلوقتي ما طلعتش على الأحداث دي؟ لأن لغاية دلوقتي في ناس مصالحها سوف تتأثر، واخد بالك، إن يطلع أي نوع من التسريب عن الوقت ده. والحقيقة حاجة غريبة موضوع التسريب ده. يعني احنا عندنا في القانون أحكام فظيعة جدا، وأحكام رادعة بشكل بناس بتاخد على طول أحكام كده من غير ما في أي كلام في الموضوع. والتسريب ده ملوش أي أحكام، والتسريب ده ملوش أي مصادر تقدر توصل لها، ولا تقدر يعني تترصد وتجيبها بشكل أو بآخر. فالحقيقة يعني أنا حاسس إن إحنا ما زلنا إن مفيش شفافية، والشفافية اللي إحنا مش شايفينها قدامنا دي هي من الأسباب الرئيسية للوضع اللي إحنا واقفين فيه. هو أنت بتحاول تهيئ رأي عام من ساعة 11 فبراير لغاية النهاردة، هو نفس التكنيك في إن إحنا نهيئ الرأي العام. يعني قبل ما حسني مبارك يتنحى كان في تهيئة للتنحي، وبعدين تغيير الكلمة ليتنازل ولن يتنحى وتنازل عن رئاسة الجمهورية أو whatever. بس في النهاية الضغط كله رايح في اتجاه واحد وبفكرة واحدة، وهو تهيئة رأي العام، وإن احنا بنبص للناس لازم نشوههم. يعني أنا ما فيش حد شفته من ساعة ما الثورة دي قامت لغاية النهاردة ما تشوهش. يعني هاتولي حد ما تشوهش. يعني هي نفس التكنيك، نفس الطريقة، نفس الاستخدام. وساعة ما نتزنق نعمل حدث ما ويبقى هو ده محور الحدث اللي هنلف حواليه، اللي هي العصفورة. شوف العصفورة، هو دي المشكلة اللي احنا واقعين فيها، العصفورة. تمام. ونرجع تاني عشان انا اخدك في الاتجاه اللي انا عاوزه، ابتدي اخدك بنفس الفكر، نفس الطريقة. فكرة السيطرة على الإعلام، وإن بعد الثورة فجأة بقى في عندنا قنوات غريبة طلعت، قنوات عمرنا ما سمعنا عنها في حياتنا، وإعلام غريب أول مرة نسمع عنه، وناس يعني أنا بصراحة مش عارف المذيعين نفسهم اللي بيتكلموا. تمام. أنا لو جبت الأحداث رجعتها لورا وشفت الناس دي كانت بتقول إيه ودلوقتي بتقول إيه، شيء صعب إن أنت كل الهدف إن أنت
يبقى في توجيه عام. طب ليه احنا ما نبقاش بالعكس؟ ليه ما يبقاش التوجيه العام جاي من المواطن ومن الشعب؟ تمام. لان ده الرأي العام. يعني دايما اقول لك ايه الرأي العام؟ الرأي العام ده ايه؟ يعني رأي الناس. لا، انتوا عايز تأثر في الرأي العام بشكل مختلف وتهيئ الرأي العام للي انت عايز تعمله. الله. طب ما هو انت اللي بتعمله ده ما نجحش في 30 سنة فاتوا. يعني تحس ان احنا بنتفرج على فيلم عارفين النهاية بتاعته ان البطل هيموت، بس احنا قاعدين جوه نفسنا متخيلين ان النهاية هتتغير. النهاية مش هتتغير، لان هو نفس الفيلم اللي بنتفرج عليه قبل كده، بس النهاية لازم هنوصل لنفس النقطة. تحياتي ليكم جميعا، وأتمنى يكون نقاشي ده فتح حاجات معينة نقدر نفكر فيها، وألقاكم في حلقة قادمة مع بحبك يا بلادي، بحبك يا بلادي، بحبك يا بلادي، مع شريف المصري. شكرا.